السلام عليكم. ازيكم؟ معكم احمد علي، ودي قناة نمونكس كلينيك. بعد ما اتكلمت معاكم عن كلية علاج الطبيعي وطبيعة دراستها، جاء الوقت ان انا اكلمكم عن اقسام الكلية في سلسلة كليتك بيتك. وانا جاي اتكلم معاكم النهارده عن اكتر الاقسام اللي انتوا حبيتوني اتكلم عنها، وهو قسم العلاج الطبيعي لامراض الباطنه والقلب والصدر وجراحتها وامراض المسنين. ان شاء الله هنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن ايه المواد اللي هندرسها في القسم ده، وايه اشهر الامراض اللي احنا بنتعامل معاها، ايه دورنا، وايه هي الوسائل العلاجيه اللي بنستخدمها في علاج ومحاربه الامراض دي. فقبل ما نبدا حابب اشارك ان مجالات وطبيعه العمل في القسم ده هتعجبك. وانطلق. قسم العلاج الطبيعي لأمراض البطنة والقلب والصدر وجراحتها ومرضى المسنين. في أغلب الجامعات المصرية القسم ده بيتدرس على سنة كاملة، بمعنى راوندين أو على ترمين. الراوند الأول بندرس فيه الشيست والكارديو، وبندرس فيه طبعا أمراض القلب والصدر بشكل أساسي. الراوند الثاني بندرس فيه المشاكل الباطنية. ولفظ بطنة مش معناها إن الأمراض دي بتكون في البطن، لا، لفظ البطنة معناها إن أنا بعالج جميع الأمراض دي اللي بتصيب الأعضاء الداخلية من غير ما أضطر إلى تدخل جراحي. ومن هنا جت تسمية البطنة. بندرس المشاكل البطنية بشكل عام زي القلب وحاجات تخصصية أكتر، وبندرس أمراض بطنية تانية زي الكلية والبنكرياس والكبد والسكر والضغط وأمراض تانية كتير. قيس على ذلك أمراض المسنين. فتعالوا نعرف مع بعض طبيعة الراوند الأول وهو أمراض القلب والصدر. طبعا بنبدأ ناخد تشريح مفصل للقلب ومنطقة القفص الصدري، وبندرس فسيولوجيا عمل القلب وازاي القلب بيقوم بعمله بشكل متناسق ومتزامن مع باقي أعضاء الجسم زي الرئتين مثلا على سبيل المثال. وبنعرف خلال الراوند ده ميكانيزم الدورة الدموية والتنفسية بالتفصيل الممل. كمان بناخد فحص القلب وبنتعلم ازاي أجرى أشعة القلب، وأعرف الأفرق ما بين شكله الطبيعي وكمان غير الطبيعي للأشعة سواء كانت إكس راي أو غيرها. بندرس كمان مشاكل اللي بتحصل في القلب زي ضعف عضلة القلب أو نقص الإمداد الدموي الناتج عن مشاكل في عضلة القلب، أو مشاكل في الشرايين التاجية اللي بتروح تغذي عضلة القلب، مشاكل في كهربة القلب وهل القلب بينبض بشكل منتظم ولا لا. كمان بدرس مشاكل تصلب الأوعية الدموية والمشاكل اللي بتحصل فيها. برضه بندرس المشاكل اللي بتحصل على مستوى صمامات القلب. يعني من الآخر أنت بتدرس كل المشاكل اللي بتحصل في القلب وإزاي تعمل عملية الفحص بتاعتك. في الآخر بتدرس طرق العلاج بتاعتها. وعلى الجانب الآخر بندرس الأمراض الصدرية. بندرس تشريح الرئة، الجهاز التنفسي، وإزاي تتم عملية التنفس وتبادل الغازات اللي بتحصل بالتفصيل الممل. وبنعرف مصطلحات معينة زي مثلا تشبع الأكسجين أو الأكسجين ساتيوريشن، ومصطلحات تانية كتير بندرسها بشكل مفصل في الراوند ده غير الأمراض الصدرية الكتير اللي بتحصل بشكل مستمر. بيكون بشكل كبير التدخين عامل مساعد ليها زي الالتهاب الرئوي أو السل وحساسية الصدر أو الربو أو الأزمة، وكمان السي او بي دي. والسي او بي دي هي اختصارها ل Chronic Obstructive Pulmonary Disease، والار ال دي ودي اختصارها إلى Restrictive Lung Diseases أو بالعربي الرئة المقيدة. وأمراض تانية كتير بتحصل بس مش هعرف أذكرها لوقت الفيديو. وعلى مدار الراوند ده بنتعلم ازاي نفحص الرئة عن طريق البركشن، وبتتم كده من خلال البركشن او الاشعه، ومن خلال ده بعرف اذا كانت هل في افرازات متراكمه جوه ولا لا. وبنبدا بقى نفحص ونقيم حركه الصدر او الشيست اكسبانشن، وبتقيس ضغط العيان، وده طبعا بيكون اساسي جدا معاك في شغل القلب. وطبعا بنستخدم السماعه او الستيثوسكوب عشان نسمع الهارت ساوند او اصوات القلب اللي هي اللق ضب. اصوات القلب اللي هي اللق ضب. وبرضه عشان نعرف نفرق ما بين الاصوات الطبيعيه والغير طبيعيه، عشان ده هيفرق معانا جدا في عمليه التشخيص. طيب بعد كل الكلام الحلو ده اصلا ايه دورك مع الحالات دي كدكتور علاج طبيعي؟ بعد ما بنعمل تقييم واسسمنت للعيان ونحدد اعراضه زي صعوبه التنفس وحركه الصدر ضعيفه، عدم استفاده المريض من الهواء اللي داخل الرئه، المشاكل الموجوده، بنبتدي نحط البروتوكول بتاعنا والخطه العلاجيه زي مثلا تمارين التنفس او البريزنج اكسرسايزز. وتمارين التنفس دي بكل انواعها مهمه جدا 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 جدا. وبعلم كمان العيان ان هو ما يستخدمش عضلات المساعده او الاكسسوري ماسل في خلال عمليه التنفس، واعلمه ان هو يريحها شويه لانها بتكون اوفر اكتيف. دي للاسف بتؤدي لمشاكل تانية، والعيان اللي مش بيستفاد من كميه الاكسجين اللي داخل جسمه وده بيؤثر عليه بالسلب. بنستخدم وسائل علاجيه زي البوستشر دريننج والفايبريشن والبركشن، دي بتريح العيان وبتدي نتائج هايله مع تخرج الافرازات المتراكمه على الصدر زي البلغم. وعاوز اقول لكم ان الافرازات اللي زي البلغم دي حرفيا بتموت. فانت عشان تشتغل في الكاردياك ريهاب الشغل بيكون طبيعته صعبه وحساس جدا لان الشعرايه بتفرق اللحظه الحاسمه. تعالوا بقى نتكلم عن وظائف العمل في القسم ده. مبدئيا
كلمة الحق تتقال، وللأمانة شغل كان في القسم ده قليل الجو في مصر، لكن الحمد لله بعد جائحة كورونا الشغل في القسم ده انتشر بشكل كبير، وده زي ما بيقولوا رب ضارة نافعة. فده كان شيء طارئ، لقي الحمد لله الاهتمام من كل اللي حواليه. اللي كان في وقت كورونا كان الوقت بيفرق، الناس كانت بتموت بسرعة. فدلوقتي انت لو نزلت اي مستشفى عزل هتلاقي فيها دكاترة علاج طبيعي شغالة في العناية المركزة في قسم الباطنة. وانا شايفك دلوقتي بتسأل سؤال قاتل تفكيرك، وانا ينفع كدكتور علاج طبيعي افتح عيادة باطنة؟ هو ينفع، بس على ارض الواقع هتلاقي اغلب العيانين بيروحوا المستشفيات اكتر ما بيروحوا العيادات، لان في حالات ومرضى كتير بيحتاجوا انهم يتحطوا على الميكانيكال فنتيليتور او جهاز تنفس صناعي او عنايه مركزه بشكل اساسي. فانت عشان توفر كل الامكانيات دي ده بيكون صعب شويه. ده غير اصلا ان وحدات تاهيل القلب او الكاردياك ريهابيليتيشن ده مش منتشر بشكل كبير في مصر. يعني ممكن تكون مثلا 5 أو 7 وحدات تأهيل على مستوى مصر كلها، وده طبعا رقم قليل. لكن لو جينا نتكلم عن دول الخليج فأنا للأسف ما عنديش خلفية عنها. لكن لو هنتكلم عن دول زي أمريكا فطبعا أمريكا بيكون فيها وحدات تأهيل قلب منتشرة بشكل كبير. والقلب عضلة زي أي عضلة في الجسم، لو ضعفت هتقويها، ولو قوتها هترجع تمارس وظيفتها بشكل أساسي من تاني. وبس. لو انت وصلت لحد هنا فحقيقي بصراحة دي كانت أغلب المعلومات عن قسم الباطنة. فحقيقي قسم الباطنة من أتقل وأمتع التخصصات في الكلية واللي ممكن تشتغلها، بس محتاج حد دقيق وشاطر قوي وقلبه ميت حبتين 3 4. أتمنى تكونوا استفدتوا، بقى عندكم خلفية أكتر عن القسم ده، واكتبوا لي في الكومنتات تحت حابين أتكلم عن قسم إيه في الفيديو اللي جاي في سلسلة كليتك بيتك. ولو في أي استفسار معاكم اكتبوا لي برضو تحت في الكومنتات اشوفها وهرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تدعموني لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تشارك الفيديو ده مع زمايلك عشان تعمل الاستفادة عن الكل. واشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.